اكو شخص يوم من الايام اجاني وحكالي هاي القصة. هو الولد اخوه تاجر وهو فقير ما عنده. قبل العيد بيام يقول رحت لاخوي ردت لي منه كسوة لعايلتي، فيقول من جيت لاخوي اخوي رداني بحكي مو زين، يعني كأنما طرده هو. فقال اريد منك تكتب لي هوسة على هاي القصة صارت بي. فأنا جسدت الموضوع وكتبت عليه هوسة، وأنا كتبت الهوسة صار تقريب سنة، وهسه راح أحكي الهوسة. اجت هوسة على بالي راح أنا أحكيها، سنة صار لها كاتبها ومخليها. هوسة مسنعة بيناتنا العباس كاتبها بيمينه ومحتمد بيها تسقام مسقمها الهوسة. واحد سولفاله ودمعه يتجارى قال اكتب لهوسة يا ابن الحمار. قلت له الهوسة سهلة والتريده يصير، كضيت القلم قمت انجر نجارة ومن سولف هدم نصحينا. قال العوز طقني وسيرت العضاي قبل لا اطب داره قال لي المنجاي. قلت له العوز لجنو جيت لك عناي يا ابن ام العوز الجاباني. اختصر قال بكلامك جاي شنه تريد؟ اولادي هدومها من العام. قلت له وعلي مجب العيد. هزيده وضحك قال ايش كثر تعبان ما تدري الاخو هذا الوقت ما يفيض ظليت مخوصر ينباط. وش تقولين؟ قال لي المرته يم فلان. قلت له ابن امه انت لو انا غلطان. حكى حكايه يا عالم بيها انا تاذيت مو هسه قبل. قال احنا كنا اخوان وكل واحد خاوى ام وعياله. رديت على بيت مدنق ومحظوم وطاح بشده خيي بس ورا كم يوم. صاحب نمو وينك علي فزعت قمت تركض واذكر كلماته. قمت قوة على روحه ورحت متحزم وقلت له اعضاك جاك وابد لا تهتم. الي رشك بماي اليوم رشه بدم والعايل بالطق رديته. خلصت علي ورجعت للبيت وتلقت نم جهال قالت انت زين شي خيال راس صياح. وبخيال انا تباهيت وقالت تجيله لو طاح ابن امك تجيله طاح ابن امك تجيله.